على أي حال ينضم إلينا مرة أخرى المحلل المالي مازن إرشيد للتعليق على الآثار الاقتصادية المتوقعة على البنك العربي نتيجة الدعوى القضائية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة الأمريكية. مازن، على أي حال فنيا، هل تراجع السهم خلال جلسة اليوم وحتى هذه اللحظات لأسباب فنية أم فقط تأثرا بهذه الدعوى المرفوعة ضده في الولايات المتحدة؟ يعني واضح أنه حتى هذه اللحظة مع تداولات بورصة عمان يعني واضح أنه السهم البنك العربي متماسك إلى حد بعيد. واضح أنه هنالك يعني تراجع، ولكن هذا التراجع يعني أقل من 1% على كل حال. طبعا هنالك لم يقم البنك العربي بإفصاحات جديدة حتى هذا اليوم الحقيقة، لأنه كان ذاكر ذلك في ضمن بيانات ذكرها خلال إعلانه عن نتائج النصف سنوية، قضايا كانت مرفوعة عليها بما في القضية التي سوف تبدأ محاكمتها غدا. طب وبالتالي الحقيقة مازن، ذكر أنه عذرا أخذ لضيق الوقت، مخصصة. لكن على أي حال عدم أي ورود أي إعلانات من البنك فيما يتعلق بهذه القضية حتى الآن، هل يعني هذا نوع من الثقة بالنسبة للفريق القانوني بأن هذه الدعوة ربما لا تجد هذا الصدى المتوقع لها من قبل من رفعوا هذه الدعوة ضد البنك، بمعنى لن تكون لها تأثيرات اقتصادية، فقط تأثيرات سياسية؟ صحيح. القضية واضح أنها تأخذ مغزى سياسي بشكل كبير، لكن لن تضعف المركز المالي للبنك العربي. البنك العربي أعلن عن نتائج تجاوزت 400 مليون دولار خلال الست أشهر الأولى الحقيقة من العام الحالي، يمتلك حقوق مساهمين توازي 10 أضعاف رأس ماله، وبالتالي هو أكثر من ذلك قام بأخذ مخصصات كما ذكر في البيانات المالية الأخيرة تساعده على أنه يبطل مفعول هذه المحاكم حتى في حالة خسرانها. لكن بجميع الأحوال كانت هنالك محاكمة قبل عامين، قامت المحاكم الأمريكية بتبرئة البنك العربي من جميع هذه المحاكم اللي ذكرناها، وبالتالي واضح أن البنك العربي ليس بحاجة بإعلان عن نتائج أو إفصاحات نعم مازن. أخرى. ولاحظنا تأثير ذلك على سهم البنك العربي أنه مش متراجع بل طيب، متماسك على بشكل مدار كبير. شهرين هي فترة التقاضي حتى صدور حكم نهائي، يتوقع باختصار شديد أن يتأثر السهم إلى حد كبير خلال هذه الفترة، فترة 60 يوما؟ لا أتوقع أن يكون هنالك أي تأثير مهم على سهم البنك العربي. كانت هنالك سوابق تاريخية لاحظناها قبل عدة أعوام، ظل متماسك بشكل كبير الحقيقة. مثل شكرا ما لك مازن. ذكرت يمتلك مركز مالي قوي جدا. شكرا لك مازن إرشيد، المحلل المالي، كنت معنا من عمان.